وانت بتقف في المطبخ محتاس ومش عارف اسامي الحاجه بالانجلش ايه، فسلسله الفيديوهات اللي جايه دي كلها علشان اهلا بيكم في فيديو الكيتشن تولز. في سلسله الفيديوهات دي هنتعرف مع بعض على ادوات الكيتشن تولز، وده اول فيديو. هنتعرف النهارده على اول 6 كلمات ممكن تكون موجوده في المطبخ ومش عارف اسمها ايه بالانجلش. اول حاجه عندنا اللي هي تونجز. ايه التونجز دي؟ اللي هي الحاجات اللي انت بتمسك بيها الحاجه. تقلب برجر مثلا، عايز تقلب حته بانيه مش عارف ايه، بتمسكها بالتونجز وتقلبها بيها. عندنا كمان الويسك اللي بتقلب بيها مثلا بيض، عجينه، اللي هي الويسك. عندنا كمان البيلا اللي انت بتمسكها، البيلا دي وبتقعد تقشر بيها بطاطس، تقشر بيها فاكهه، حاجات زي كده. عندنا كمان جريتا، بتقشر بيها بقى بصل، خضار، فاكهه زي ما انت عايز، اللي هي بتبقى بتمسكها تقعد تعمل بيها كده. واخر حاجه عندنا اللي هي رولينج بين. رولينج بين اللي هي اللي انت بتعمل بيها فطير، تعمل بيها عجينه، حاجات زي كده. طيب يبقى تعالوا نقولهم تاني مع بعض. عندنا tongs، whisk، peeler، grater، rolling pin، واخر حاجه نسيت اقول لكم عليها اللي هي knife، طبعا اللي هي السكينه. سهله جدا. طبعا في واجب اكيد في اخر الفيديو، عايز كل حد يستخدم الكلمات ديت او كل كلمه يحطها في جمله. مثلا انا بقطع الفاكهه بالسكينه، شوف انت بتعمل ايه. انا بقشر مش عارف ايه بالقشاره، انا بمسك المش عارف ايه بايه كده. ورينا بقى الابداعات في الكومنتس هتكتبوا ايه، واشوفكم في تاني فيديو اللي هو اللي جاي.